السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. النهاردة عندنا كذا حاجة كده نتكلم فيها. هنبدأ الأول بأهلي، وطبعا اللجنة الأولمبية والرابطة وموضوع هنا بريدة. طبعا الأهلاوية طبعا بيمشوا ورا محمود الخطيب، أكنه يعني مرسل ولا كلامه قرآن يعني. الماتش هيتعاد يبقى الماتش هيتعاد. امبارح قالوا هنبعت ورقة وصور بالحكام اللي جات. اذا كان الرئيس وزير الرياضة طلع ان فعلا الحكام سعوديين جو، بس جو الساعة كام؟ جو الساعة 12، والماتش كان الساعة كام؟ كان 9 ونص. طبعا راحوا على الفندق اتسحروا، والطيارة تاني يوم مشوا، هيقعدوا يعملوا ايه؟ الموضوع الثاني موضوع اللجنه الاولمبيه. النهارده الاهلي النهارده بيقول لك ان عنده رسائل من هنا بريده لمحمود الخطيب. طيب الرسائل دي عباره عن ايه؟ هي الرسائل دي احنا معلش مش قاعدين على القهوه والنبي قول للراجل اللي جنبيك ابعت لي شاي، لا، دي فيه جوابات وفيه لائحه، وما بنتعاملش احنا خد وهات كده. لازم جواب كده بيروح للاتحاد. وبيتكلموا ان سيراميكا بعت وعايز حكام اجانب وهيجوا له حكام اجانب. طب ماشي، سيراميكا بعت قبل ماتش مع الزمالك ب 12 يوم، الاهلي بعت قبليها ب 42 ساعه، هيجيب له منين؟ وكان فيه اتحاد الكوره طبعا ملخوم في الانتخابات بتاعته مع انفانتينو. فطبعا مفيش حاجه تتغير في القرارات اللي طلعت. دي حاجة. الحاجة التانية النهاردة زيزو النهاردة خدها مني من النهاردة كده، زيزو لاعب في نادي الأهلي. شغل أبوه، لأن في فيديو منتشر كده لأبوه في المنيا، تقريبا كان رايح ياكل بط هناك ولا حاجة، فقاعد جنبيه عمه أو خاله. واحد من الجمهور بيسأله بيقول له زيزو ومش زيزو. أبوه قاعد يهز رقبته كده ويضحك ومفيش كلام يعني. هو مين اللي عملك؟ ده اللي عملك الزمالك، يعني انت كنت فين؟ كان حد يعرف زيزو ده في مصر؟ راحوا جابوا المستشار مرتضى منصور وطارق السيد ومضوه في الزمالك، ما كانش حد يعرف زيزو. واللي جاب زيزو هيجيب اكتر من زيزو، الا نادي الاهلي ولا نادي الزمالك ولا اي نادي هيقف على لاعب. بيقول له خاله، بيقول له ان شاء الله في الاهلي. طب ما عادي، ما انت خدت امام عاشور، خدت بن شرقي، خدت رضا عبد العال، خدت حسن وابراهيم حسن، خدت طارق السعيد، خدت معتز اينو، ياما خدت نجوم. في الاول والاخر دوري. وبعد كده بتحترض ان انت ما تلعبش قبل الزمالك، يعني الزمالك عامل لك رعب. يعني على قد ما انت بتاخد منه النجوم، وعلى قد كمان ان انت بتفضيه والحكام بتجاملك، وما رضيتش تروح الملعب وسط 50,000 متفرج، وسط الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي موجودين. فطبعا انت يعني مش عارف الزمالك عامل لك ايه. انت روح العب، وبعد كده لو حسيت بظلم اطلع على الاتحاد الدولي، لكن انت ما تقدرش تطلع على الاتحاد الدولي. خدها مني كده. الاهلي في الايام دي ما يقدرش يطلع على الاتحاد الدولي، ومفيش قرار هيتغير. لا الثلاث نقط هيتخصموا، وممكن اللي يتلعب فيهم الفلوس اللي هي بتاع الرعايه والكلام من ده، ممكن ده يتلعب فيه عادي. طبعا حبايبهم كتير بيدفعوا يعني. فده مفيش حاجه هتتغير، لان قبل ما الزمالك هيشتكي بيراميدز هيشتكي، وانتوا عارفين بيراميدز بيعمل ايه. يعني بيراميدز في موضوع حسين الشحات انتوا عارفين عمل ايه. وقبلها كان موضوع طارق السعيد وطارق عبد الله السعيد، وقبلها موضوع كهربا، اللي فضل يقول لك لا كهربا مش هيدفع، كهربا ده نادي قافس مش عارف هيدفع مليون وكهربا يدفع مليون. مفيش الكلام ده. القرارات طلعت والقرارات هتصدق عليها. ومن هنا اليوم ماتش بيراميدز، طبعا ماتش بيراميدز هيبقى بحكام اجانب، دي خلاص منتهيه. وماتش الزمالك وبيراميدز هيبقى بحكام اجانب. تشيلها الرابطه، تشيلها اتحاد الكوره، يشيلها بيراميدز، الزمالك مش هيدفع حكام اجانب السنه. الزمالك ما بينافسش على حاجه عشان لكن هو الاهلي قدم له هديه ان هو بينافس دلوقتي على المركز الثاني، وممكن ينافس على المركز الاول. فحل الاهلي لو تعادل مع بيراميدز والزمالك يفوز على بيراميدز، فممكن يخشوا منافسه يعني مش بعيده. والاهلي بيقدم هدايا، يعني ممكن يقدم هدايا للزمالك برضه، يعني ما نقول له شكرا. وان شاء الله يعني ان احنا مش عارفين بقى، احنا كزملكاويه هنشجع الاهلي في كاس العالم بمين؟ بامام عاشور اللي كان في الزمالك، وزيزو وبن شرقي.
فانا متهيألي هيبقى الزمالك بس لابس احمر، يعني مش عارف، احس انه منتخب مصر ولا حاجه كده في كاس العالم. وممكن كمان يجيبوا مصطفى محمد، يبقى كملت يعني. ده موضوع الاهلي. طبعا منتخب مصر نزل النهارده، ينزل النهارده كده على السحور، وهيبدأ تدريباته عشان عندنا ماتش سيراليون يوم الثلاث، وان شاء الله نفوز على سيراليون ونكون حطينا قدم في كأس العالم. وفي كلام بقى من هنا بريدة، لان هنا بريدة وحسام حسن الاتنين ما بيتفقوش مع بعض، فممكن تلاقي في حال صعود منتخب مصر لكأس العالم ممكن تلاقي مدرب غير حسام حسن. بقول لك قبليها بشهور كتير اهو، ممكن تلاقي مدرب غير حسام حسن في كأس العالم الايام جايه وهتثبت لنا. ده موضوع. الموضوع التاني طبعا اللجنه الاولمبيه بقى لها كام يوم كده ما بتطلعش اخبار وما بتسربش حاجه. اللجنه الاولمبيه مش من حقها تطلع قرار، زي ما قلت لكم من اسبوع. اللجنه الاولمبيه مش من حقها تطلع قرار في الموضوع زي ده، لان اللجنه الاولمبيه هي زي الاهلي، زي الزمالك، زي اتحاد الكوره، زي الرابطه. طبعا هم بيهاجموا الوزير اشرف صبحي، وبيقولوا ان اشرف صبحي راح اتفاوض مع زيزو ومش عارف ايه الكلام ده انت جبتوه منين؟ طلعتوا فيديو كده، شفتوا فيديو كده للدكتور اشرف صبحي بيفاوض في زيزو؟ ده زيزو له فلوس من الاولمبيات، من ايام ما راح الاولمبيات. هو اللي طلب من الوزير انه يتكلم معاه، يعني هو اللي طلب من دكتور اشرف صبحي انه يتكلم معاه، انه له فلوس وله مستحقات، وانتوا عارفين زيزو يعني بتاع جنيه يعني. فدي برضو الاهلاويه بيتكلموا فيها، اي حاجه كده تبعدهم عن ايه، عن الماتش والغلط اللي عملوه. يعني الزمالك السنه اللي فاتت انسحب وما راحش وما فيش، ما شفناش جمهور، يعني ما قبلها باسبوع قال لك لا انا مش رايح الماتش. خلاص، لا جمهور حجز تذاكر، ولا حكام راحوا، ولا حد راح. فدي حاجة. الحاجة التانية، الزمالك النهاردة بيعلن انه هيتعاقد مع مدير فني للقطاع الناشئين. دي حاجة حلوة، يعني مدرب اجنبي لقطاع الناشئين هيطلع مواهب، هيطلع لك لعيبة حلوة زي ما طلع لك محمد سيد وحسام عبد المجيد ونيمار ولاعيبة كتير كتير يعني. طبعا الزمالك ما بيحافظش عليهم كالعادة يعني. فدي برضو حاجة حلوة يعملها الزمالك. وطبعا في موضوع تاني، موضوع احمد فتوح. احمد فتوح كنت اتكلمت عليه امبارح وقلت انه هو بيتصاب الخميس يرجع السبت. فعلا احمد فتوح يعني امبارح قالوا ده عنده اصابه، ويوم بكره الزمالك هيلعب ممكن تلاقيه على الدكه وممكن يبدا اساسي، يعني ممكن تلاقيه على الدكه وممكن تلاقيه اساسي. دي حاجه كنت حابب بتكلم معاكم النهارده، وشكرا.